انا شطوره صح والله شطوره. انا اوريكم جبت ايه. صباح الفل، صباح الجمال، صباح كل حاجه حلوه على عيونكم. ازيكم عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا 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 والله العظيم، بجد من قلبي وحشتوني قوي. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. شكرا على كل اللي سأل عليا. بس مش عارفه كان في ايه، اللي هو خلصنا امتحانات بقى وجات لنا غيبوبه انا وملك. الحمد لله على كل حال. قبل ما ندخل في الفيديو يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. حطي لي لايك من ايدك الحلوه وتعليق كده حلو تحت الفيديو زي قلبك. ربنا يا رب يبارك لي فيكم ويديمكم نعمه في حياتي، امين يا رب العالمين. عايزه اقول لكم اني ما عملتش اي حاجه في البيت. بصوا انا بس منشره هناك على المنشر، بس شربات بقى وحاجات داخليه وكده. قلت يعني اخلص وهنغسل بقى تاني النهارده وهنظبط الكلام بقى وايه، هنريز النفسيه. عايزه اقول لكم النور قاطع. استنوا اما اطلع لكم عند شباك ملك، النور قاطع. بصوا هو انا لازم انزل، الدنيا بتشتي بره او بتمطر على حسب ما بتقولوا عندكم، وانا سقعانه جدا جدا بس لازم انزل عشان محتاجه اجيب عيش. خلاص النهارده اخر الشهر، فما جبتش ولا تموين ولا عيش ولا جبت اي حاجه، فكده غلط عشان النقط لازم اضربها. هو انا مش محتاجه عيش، انا عندي الحمد لله، بس حتى لو ضربت العيش واديته لحد مش مشكله، لازم اضرب البطاقه وحتى لو اديته لحد اشوف مين محتاجه. يعني كده كده والله لما حد وانا ماشيه بيقول لي عايز عيش يعني برضيه، بس انا مش عايزه عيش. العيش في التلاجة. ملك مش بتاكل اسمر، يعني مش بتاكل بلدي، لازم بياكل الاسمر اللي هو اللي بالرد ده. فبالتالي انا جايبه ب3 جنيه من الشهر اللي فات، والله العظيم جايبه ب3 جنيه عيش من الشهر اللي فات. سامعين صوتي؟ والله تعبانه جدا بس الحمد لله الحمد لله لازم نقوم. بصوا السما، بصوا الطعامه دي، بصوا القمر ده عين عليا. بصوا اخش اعمل ايه نسكافيه كده وافضل واقفه قدام البتاع. انا صايمه الحمد لله، بس لازم انزل، لازم اجيب حاجات زي ما قلت لكم. محتاجه بيض اخر الشهر بقى، الحاجات اللي بتخلص معانا دي انتوا فاهمين. الحمد لله كان عندي حاجات كتير في التلاجة، رضا يا رب الحمد لله من عندك نعمه وفضل. ملوكه نفسها في رنجه قوي. هنزل بقى اجيب اكل واشوف الدنيا ماشيه ازاي واعمل ايه النهارده. صايمه بس لازم انزل. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يبلغنا رمضان. الايام دي حلوه قوي يا بنات، بجد حلوه قوي. ربنا يدينا كل حاجه حلوه، امين يا رب العالمين، امين يا رب العالمين. الشباك بيقشر بتاع ملك، عايزه ابقى اقشره وابقى اديله دهنه تانية بيضه. هي ملوكه صحت ومازن صاحي في اوضته، عندهم مازن عنده درس، ملك اجازه، فالله المستعان يا رب. حقيقي وانا لسه مش قادره اعمل حاجه في البيت، مش عارفه مش متشجعه ليه. ما تشجعوني يا جدعان، شجعوني كده، اكتبوا لي في الكومنتات يلا يا موني قومي يا موني يلا شجعوني كده عشان اقوم واشتغل. بصوا انا قاعده بعمل ايه، انا بقشر في الشباك. بصوا بصوا شجعوني بقى كده عشان اقوم واصور وبتاع وايه الله المستعان يا رب. يلا ربنا يقوينا ويعيننا ويقدرنا. انا لبست بقى كده ايه، بصور عند البت ميكي ضربت البنطلون الجينز وضربت كده الجاكيت. هلبس بقى البوته السودا. بصوا دي لازقالي في كل حته. بصوا ملوكه مخليه اوضتها زي الفل، رايقه لسه رايقه ما فيهاش حاجه. وحتى الكتب بصوا لماها ازاي، شطوره برافو عليكي يا لولو والله، الله يسترك يا بنتي ويصلح حالك. المفارش بقى يا بنات بصوا فرشتها عند ملك البيضه. سبت الاوف وايت عندي انا عشان الكنبه فيها اوف وايت كده، فحلوه قوي قوي. بصوا اهو المفرش، بصوا المفرش التاني اهو، استنوا اهو، ده المفرش اللي على الكومود، ده المفرش اللي على اهو. بصوا بصوا حاطه صوره علي وصوره اسامه الله يرحمه، جوز اختي الله يرحمه، احسن الي يا رب. دي الكتب بتاعتها، ده كتاب هي بتقراه. بصوا واصله فيه لحد فين، محاط بمرضى نفسيين. والله احنا حوالينا ناس كتيره مرضى نفسيين، الله المستعان. وعندها كتب برضه. بصوا فين اهو، بعمل لكم جوله في اوضه ملك انا عايزه اقول لكم هي اصلا في المطبخ، خلاص هي في المطبخ بتعمل فطار. طب اعمل لك حاجه؟ قلت لها انا صايمه، قالت لي ماشي.
بس اقفل لها بقى الشباك كده لان مع الهوا ساعات بيدب. هسيب لها الاوضه منوره. يلا بينا، النور قاطع، هننزل على السلم ونشوف دنيتنا ايه. الله المستعان. خلصتي يا لولو؟ ملك حطيت لك تاكلي؟ ملك حطيت للوزه كمان تاكل. يلا شطوره، برافو عليكي، عملت فطار. مش هينفع بقى الف عليها الكاميرا عشان دي بتتغدى. كان في شويه مكرونه وسلقت بيضتين. بسم الله عليكي، الف هنا وشفا. بالهنا والشفا على قلبك. كان عايزه حاجه من تحت تاني؟ طب يلا، الله يسلمك يا رب ويسلم عمرك. يلا بينا، اخد المفتاح. تعالي. انت ممكن تنامي؟ مجنونه يا مجنونه يا بنت المجنونه. ماشي حاضر ماشي. هطلع بقى الشوز بتاعي. عايز سلامتك، روحي كلي. القطه طلعت. القطه دي انا هسيبها بره وهقفل عليها وتفضل تنونول. مياو مياو. البيضه بتاعتي. نعم حاضر يا حبيبتي، لو افتكرتي حاجه تانية عايزاها كلميني. خليكي بقى معايا كده. هي راحت فين؟ يلا يا اخوي خشي جوه، خشي. انزلي انزلي. شفتوا الجنان الرسمي اللي انا فيه؟ بس البوته من اخر يوم كنت في الشارع كانت ايه عامله خالص. ما بعرفش امشي كده، انا لازم امسحها الاول اهو. انا عارفه ان انا هنزل هتطين تاني اساسا يعني، بس برضو الست النضيفه مينفعش تمشي الشوز بتاعها مش نضيف. نازله ملك. هننزل ايه بقى؟ هننزل على السلم. انا عايزه اقول لكم ان انا لما بنزل على السلم بدوخ والله. دخت. الدور الكام ده؟ انا كده في الاول كله رخيم والله العظيم. دخت. يلا الله المستعان. شوف حمودي، حمودي عشتاني والله. بس بتضحكي ازاي؟ حماده اللي مقعدك تحت كده في الجو ده. نسينا تحت النور قطع ما عرفناش نطلع. يا روحي اسم الله عليك. اجيب لك بطانيه ولا اجيب لك حاجه؟ طب دفي والنار. اسم الله الناس حشتاني والله. عامل ايه صابر؟ عامل ايه يا حمو؟ يا كوكو يا قلبي. اسم الله بردانه مش عارفه ابوسك. انت قلبي والله. ايه؟ اروح اجيب عيش. الدنيا بتشتي وهروح لستي الله يرحمها. ستي ام امي الله يرحمها. ستي ام ابويا ربنا يديها الصحه والعافيه يا رب. يا رب ربنا يديها الصحه. هروح لها تديني بالعصايه. تديني علقه. شطوره صح والله شطوره. انا اوريكم جبت ايه. اول حاجه جبتها جبت التموين. ضربت العيش
بس انا بما ان عندي عيش الصراحه يعني فما استخسرتهوش في حد اديتهوله، بس كان لازم اضرب العيش عشان البطاقه عشان التموين. يعني لو ما ضربتيش النقط بتاعه العيش ما تاخديش تموين، فهمتوا؟ فانا عندي عيش والله في التلاجة الحمد لله. كنت جايبه 3 جنيه من الشهر اللي فات زي ما قلت لكم، ومحدش بياكله، محدش بياكل، لازم بياكل عيش اسمر. وملك تاكلش عيش اصلا، يا اما سندوتش صغير يا اما بجيب لها فينو. المهم رحت جبت بقى التموين اهو 4 زيت. جيت اخد سكر، المهم لقيته عنده سكر حر. قلت له طب انت ليه ما قلتليش الشهر اللي فات؟ كنت انا خدت الكيسين. انا بحب السكر الابيض الصراحه، ما بحبش سكر التموين. فقال لي قال لي ب27. المهم خدت كيسين الصراحه حلو اهو. خدت كده كيسين عشان يفضل بقى في البيت، وعشان عشان رمضان ان شاء الله، عشان نعمل مشروبات مع بعض باذن الله. جبت ايه تاني؟ جبت علبه سمنه. بدلت بدلت ال4 السكر وكملت ودفعت فرق، وخدت علبه سمنه جنه. سامحوني لو بنهد بس انا فعلا مش قادره، بس يعني قلت اشارككم يومي النهارده وعملت ايه. بما اني قمت اتحركت نزلت، لان انا عامله كده اهو مش عارفه عامله كده ليه. جبت واحده جنه، دي بقت ب130 جنيه يا جماعه كنا بنجيبها ب45 جنيه وب42 جنيه، ومكتوب عليها كيلو، هي مش كيلو اصلا. جبت ايه بقى؟ جبت رنجه، جبت رنجيتين. بنت ملك عايز تاكل رنجه. ماما انا عايزه اكل رنجه، ماما انا عايزه اكل رنجه. قلت لها حاضر. جبت كده رنجيتين احطهم في التلاجة. هي بتحب الرنجة وانا بحبها. بحب بقى البطروخ اللي هو الناشف المخرص ده، عارفين؟ بحبش المايع اللي هو الطري ده، بحبوش. بس المهم جبت كرتونة بيض. بكام يا موني؟ ب150 النهارده، ب150 جنيه. احب اقول لكم يعني عايزه اعمل حاجات كتيره قوي في البيت، شجعوني بقى. هو الفكره بس ان انا يعني ايه، اليومين بتوع الامتحانات دول ارهقنا زياده، فمكناش بننام، وانا اصلا تعبانه يعني زي ما انتوا عارفين فاهمين. فالحمد لله، الحمد لله على كل حال يا رب، كله خير من عند ربنا. جبت كده كرتونه بكام؟ بالجمله ب150. بس انا ما شاء الله لا قوه الا بالله كبيره، يعني البيضه حلوه مش صغيره. بحطها بقى في الباسكت ده كده. ليه؟ لان طبق البيض اللي عندي ما بيشيلش غير 24 بيضه، فبضطر ال6 التانيين ان انا احطهم في حاجه تانية. طب ما على ايه، بروح بقى حاطه في دي كده. الصراحه بجيبها بتقعد معايا. بصوا اتكسرت واحده عشان قعدت اقول له هيتكسر، قعد يربط فيها. يلا الله المستعان، مش مشكله، مش مكسوره قوي يعني، هي مشروخه بس مش مكسوره، مش منزله حاجه. قعدت اقول له هتتكسر، يقول لي لا ما تخافيش اهي اتكسرت. المهم الصراحه بتقعد معايا لاخر الشهر. يمكن الشهر ده ايه يعني، الحمد لله الحمد لله خلصت قبل اخر الشهر، بس انا ما كنتش جايباها من اول الشهر، كنت جايباها من اخر الشهر اللي فات، فاهميني؟ بعمل كيكايه، بعمل منها اي حاجه، الولاد بيفطروا منها، مازن اكتر، انا اكتر بحبها قوي. بحب البيض بالبسطرمه كده يعني، فبحبه الصراحه في البيت، لازم من الاساسيات بصراحه. ما اعرفش، بحس ان انا لما بجيبه جمله بيبقى اوفر. نشوف بقى هنعمل غدا ايه النهارده. مش هناكل الرنجه النهارده، مش قادره. قلت اعبي النهارده، قلت احضر معاكم يعني واشوف النهارده اجيب رنجه، بس حقيقي حاسه ان انا مش قادره. عايزه اقول لكم ان انا البيت عايز يتشال كله والله العظيم، بدايتهم المطبخ. بس اقترحوا عليا في الفيديو ده نبدا بالمطبخ ولا نبدا بالبيت، يعني ابدا بايه؟ عايزه اعمل كده تجديدات في اوضه النوم، بس حقيقي عايزه اخد الخطوه. بس يعني بقالي كام يوم كده مرهقه من الصيام والكلام ده كله، بعد امتحانات وطلعين من الامتحانات فالحمد لله، الله المستعان. يومين كده واشد حيلي، دعولي. عندي غسيل عايزه احطه في الغساله دلوقتي، وعايزه اظبط كام حاجه، الله المستعان الله المستعان. يلا بينا نشوف هنعمل ايه.
اول حاجه بقى كده عملتها، دخلت على المطبخ قلت اعبي طبعا اتوضيت وصليت. انا صايمه الحمد لله. دخلت بقى كده على المطبخ على طول، قلت اعبي المنظفات دي من يوم ما جبتها، من ساعه ما جبتها صورت معاكم اخر فيديو وانا ما عملتهاش. كان عندي بقيت اخر شويه منظفات، استخدمتهم بقى، غسلت الغسيل ونشرت على الحبل والكلام ده كله. مش عارفه انشر في البلكونه عشان الدنيا ساقعه والدنيا بتشتي، انتوا فاهمين. فالله المستعان، والله من يوم ما سكنت هنا وانا اقول لعلي طب نعمل تندة، طب نعمل ستاره، يقول لي احنا مش عارفين قاعدين قد ايه، ادينا ضربنا 3 سنين والله اعلم. هندخل في الرابعه، احنا كده في الرابعه، مش عارفه هندخل في الخامسه ولا ايه. الله المستعان بقى، ربنا يا رب يكرم ويصلح حالنا كلنا، امين يا رب العالمين. ادعوا لي بقى يا بنات، ادعوا لي، احنا في ايام مفترجه، ان ربنا يفرجها وان ربنا يكرمني. ولايكات بقى كده ومشاهده بقى للاخر وكومنتات بقى حلوه كده، شجعوني عشان اكمل واصور واقوم واشتغل. والله نفسي ربنا يكرم، ونفسي احاول ان انا يعني الدنيا دي تكبر اكتر من كده شويه. فالله المستعان، ربنا كريم يا رب، ربنا يعيننا ويقوينا كلنا ويدي كل اللي نفسه في حاجه يا رب، كل اللي بيتمناه يا رب، امين يا رب العالمين. عبيت بقى المنظفات، انتوا عارفين ان انا بقالي سنين بجد، داخله في 3 4 سنين اهو ما بجيبش منظفات يعني من الهايبر او من فتح الله او كده، من الازاز الكبيره دي. كانت اخر ازاز جايباها والله من كام سنه، من 3 سنين ولا حاجه. ما مش فاكره، يعني مش فاكره اخر فيديو مشتريات كنت جايباه مثلا فيه منظفات كده على بعضها امتى، مش فاكره والله. المهم كنت بدات اجيب بقى كده بصراحه، اللي هو السايب ده. هنا كان المغرب اذن، مش عارفه كان مين جنبي، مازن ولا ملك، قلت لهم حطوا لي موزايه في بقي جعانه عشان افطر لحد ما اعمل الاكل. طبعا هم فاطرين متاخر وانا مش هاكل لوحدي، فقلت بقى ايه يعني عبال ما اخلص البيت والمطبخ والكلام ده كله. عايزه اقول لكم ان انا جيت بعد ما جيت من تحت، انا دخلت نمت شويه، اتوضيت وصليت ونمت. ان انا نازله متاخر، انا نازله بعد الظهر، فطلعت نمت شويه. لا طلعت نمت، انا اتوضيت وصليت قبل، والله ما انا فاكره اتوضيت وصليت قبل ما انزل ولا بعد ما طلعت. وبعد كده قمت بقى من النوم، اتوضيت وصليت العصر و... ودخلت بقى على المطبخ، عبيت بقى المنظفات وروقت برضو كام حاجه في البيت والاوضه وبتاع. فالمغرب اذن وانا سرقني، يعني الوقت سرقني. المهم مش عارفه كان مين جنبي والله من الولاد، قلت لهم بصوا في موزايه افتحوها لي، حطوا لي حته ببقي افطر بس عليها قبل ما اعمل الاكل، لان هم كانوا فاطرين متاخر يعني. بس وانا كان نفسي في سمك مقلي بصراحه، وملك قالت لي طب خلاص هاتلنا سمك مشوي. الصراحه ما قدرتش اقف اعمل اكل بقى، يعني ايه، خضار وطبيخ وبتاع ولا. ومازن برضو طلب معاه سندوتشات النهارده، قال لي لا مش عايز ياكل سمك. طب ايه، قال لي لا مش حابب. اتصلت بقى باحمد الله يكرمه يا رب، بعت لي السمك، كتر خيره والله. انا قلت له اشوي لي 2 وقلي لي 2، يعني يشوي لي 2 ويقلي لي 2، انا بحب المقلي جدا جدا. وبعد ما قلت له اقلهولي افتكرت ان انا مش عارفه هعمله امتى، وفي نفس الوقت هو بيجيبهولي بدري، يعني بيجيبولي 4:30 مثلا كده. ف يعني عبال ما اعمله مش عارفه ايه، وعبال ما يجيبهولي فقلت يا لا هيبرد، وبعدين بيشرب الزيت بتاعه وكده، قلت لا انا عايزه اعمله في البيت عشان اعمله محرمش كده ويبقى طعمه حلو. المهم قال لي خلاص ماشي. المهم جابهولي بقى الله يكرمه، وقفت انا قلت له نضفهولي يعني، وقفت انا بقى نضفته وكملت تنظيفه والكلام ده كله، وعملت بقى هعمل التومه. مين زي كده كسلان، انا والله العظيم بصوا مش بحب اديكوا طاقه سلبيه، انتوا فاهمين الدنيا، بس فعلا حاسه اني مش قادره. آه مش عارفه يعني، اليومين اللي هم كانوا بتوع الامتحانات دول كنا بنطبق انا وملك لحد ما ننزل ونرجع من الامتحان تاني. وكنا احيانا ما بنامش لان كان لازم يبقى عنده درس، بفضل قاعده. واحيانا كنت مثلا بيغمى عليا كده ساعه ولا حاجه عشان اقوم لها تاني، عشان بيبقى عندنا مثلا مراجعات او كده. وافضل برضو قاعده معاها، حتى لو مش بعمل معاها حاجه، يعني حتى لو مش بذاكر معاها او مش بذاكر لها بس لازم ابقى قاعده معاها. بشجعها ويعني بقول لها ان انا معاكي، عارفين اللي هو الدعم، اللي هو يعني مش شرط اكون بعرف اعمل معاها حاجه، بس برضو كنت موجوده. يعني عايزه تسمع حاجه، عايزه تعمل حاجه، كنت برضو بتلاقيني. عايزه اعمل لها حاجه سخنه تاكل، جاعت شربت كده، ببقى برضو ايه موجوده يعني. بس يوم الدراسات قعدت تعيط يوم الدراسات قعدت تعيط، جينا قبل الفجر قلت لها طب روحي اتوضي وصلي ركعتين الفجر، وقمت والله صليت وبقيت ادعي لها. لان يوم الدراسات ده كانت ليله ما يعلم بها الا ربنا، مش عارفه العيب فينا ولا في المدرس ولا في الماده ولا فينا احنا التلاتة، والله ما انا عارفه، ولا في الامتحان. فمش عارفه الدنيا ايه.
ملك بتشاورلي بتقولي كله. بس هنا بتبل بقى السمك، حطيت بهارات ايه على التومه، حطيت بابريكا وتوم وبصل بودر وكاري وكركم وكمون اساسي طبعا، لان السمك توم وكمون وليمون وخل، فعلى بعض كده. وحطيت شويه فلفل وملح. قلت بقى اتبل السمك كويس قوي، ما اعرفش، بحس ان هو بيجيلي من عندهم حرام، بيبقوا عاملينه حلو، بس بحب يعني عايزه اكله بايدي، فاهمين؟ عايزه اعمله بايدي، عايزه اكله بايدي، يكون مقلي ومتبل كده من ايديا. والله ما كنت قادره اقف اعمل اي حاجه، بس يعني قلت لا، لازم كده اعمل لقمه واعمل لهم اكل. مازن قال لي لا، عايز اكل من تحت، ما اعرفش والله. جبت له سندوتشات من عند ابو كمال، بطاطس طب احمر لك من هنا، قال لي لا هاتي جاهز وعلى طول. يا ابني ما انا هحمر بطاطس، قال لي لا هاتي لي من هناك. جبت له برضه سندوتشات كبده وبطاطس محمره تقريبا يومها، حاجه كده. انا عايزه اقول لكم ان الفيديو ده متصور بقاله يومين، بس انا فعلا فعلا مش قادره اسجل عليه، ما كنتش قادره، عماله انام واقوم وانام واقوم. شجعوني بقى وقولوا لي الدنيا ايه، وقولوا لي يلا روقت ولا لسه. بيني وبينكم عايزه اعمل تعديلات كده في اوضه النوم، عايزه اعمل كام حاجه تغيير، ومش عارفه، خايفه اخد الخطوه وما اقدرش اكمل، وفي نفس الوقت عايزه اعمل حاجه، فمش عارفه الدنيا رايحه فين بصراحه. وبعدين عايزه اشيل الشقه. اقترحوا عليا بقى زي ما قلت لكم كده، ادوني اقتراحاتكم يلا، قولوا لي كده تحت في التعليقات، هعرف ان انتوا اتفرجتوا لحد هنا. ابدا بالمطبخ، يعني ابدا تنظيفات المطبخ. انا يعني الحمد لله الدنيا عندي نظيفه والله، بس برضو التلاجة عايزه تتروق، تتمسح، تتكنس، تتغسل. الشفاط، الشباك، عايزه اعمل حركه تنقلات كده، مش عارفه، عايزه اغير المود شويه. انتوا عارفين طول ما انا مودي مش حلو لازم اعمل حاجه في البيت، يعني لازم افتح باب في البيت، يا امسك حاجه بيضها، يا امسك حاجه شقلطها، يغير حاجه، يجدد حاجه، هو كده. لما بحس ان انا خلاص كده ايه واقفه والمود مش قد كده، ومش عارفه اظبط الدنيا واعمل ايه، فببداها بكده بصراحه. يعني تلاقوني فتحت باب كده جديد مختلف اطلع طاقتي وخنقتي فيه، فانا مش عارفه. وفي كام حاجه هاند ميد نفسي اعملهم جدا جدا جدا، شفتهم بس غاليين قوي. ف ليه نجيبهم غاليين لما ممكن نعملهم احنا بايدينا، وتبقى الفكرة حلوة، وتبقى الفكرة مختلفة، ونعملها احنا بنفسنا، فربنا يسهل. عايزة اعمل كام حاجة كده شفتها وحاجة يعني المفروض ان هما ترند، فحاجات اللي هي الترندي اللي طالعة دي، عايزة اعملها، فالله المستعان. بصوا انا مش هعمل حاجة غير لما تشجعوني، ماليش دعوة، لايكات، كومنتات، وقولوا لي قومي يا موني. واللي بيحبني بجد بقى، عايزة القناة تمشي شوية وتبقى اكبر من كده شوية، نفسي ربنا يكرم ان شاء الله المشاهدات تزيد شوية. شهر 1 و12 الارباح فظيعة فظيعة، واقفة صعبة قوي. الحمد لله الحمد لله والله على كل حال. يعني الواحد محتاج يعمل حاجات كتيرة والله، الحمد لله. ربنا يا رب يوسع رزقنا ويكرمنا ويدينا يا رب ويرضينا، امين يا رب العالمين. احنا في ايام مفترجة، ادعوا ربنا قوي. آه يعني بصلاح الحال، وان ربنا يهدي ولادنا وينجحهم، ويجبر بخاطرنا فيهم، ويجبر بخاطرهم، ويرضينا ويرضينا، امين يا رب العالمين. انا وانتوا يا رب. اكتبوا لي تحت في التعليقات ولكي بالمثل يا موني. بس الحلة بقى اللي محيرة معايا ناس كتير، طب بتطرطش، طب الاكل بيستوي، طب هو والله العظيم بيستوي، والله بيستوي. ما انتي لما تيجي تعملي فيها، بعمل حبة رز ابيض، حبة رز ببصلة، بدل ما اوسخ حلتين هي حلة واحدة. طيب بعمل محشي كرنب ومحشي ورق عنب، الاتنين استووا على ايدكم، يعني انا صورت معاكم ووريتكم الاكل، اكيد مش هعمل اكل بايظ يعني او يبوظ وهناكله. والله العظيم المحشي طلع رائع رائع، ورق العنب والكرنب. المره اللي قبلها عملت فيها خضار، انا كده عملت معاكم فيها خضار، اول مره عملت فيها باميه وبسله، طلعت فظيعه. وعملت فيها رز يوميها بالشعريه وابيض، وعملت بعدها على طول في فيديو وراها عملت محشي ورق عنب وكرنب، طلعوا فظاع والله يا بنات، بصوا طعمهم رهيب. تالت مرة اهو. بس والله المستعان، والله العظيم جميلة. اللي سألني على الجروب بتاعها او قال لي الجروب بتاعها، انا مش معايا الجروب بتاعها والله، انا معايا رقم تليفونهم، يعني اللي عايزه هحطه لكم في التعليقات تحت، يعني اللي هيسألني عليها هبعته له.
برضو جروب حاجات بنات اللي انا جايبه من عندها التسريحات والوحدات والكلام ده كله. برضو الجروب بتاعها مش عارفه، مش معايا، تاه مني ومش بعرف اخش احطه في كل تعليق مثبت او في كل تعليق بيتكتب لي. فبحاول ان انا برضو احط لكم رقم مروه عشان برضو تتواصلوا معايا هي على طول على الواتساب. والجروب ده برضو بتاع الحلل على الواتساب، يعني هتتواصلوا معاهم على الواتساب. بس بحط بقى هنا ايه، بحط نشا على دقيق على شوية بقسماط، على برضو توم، على بقية الخلطة اللي انا كنت عاملاها، على بصل وبودر بودر وتوم وبابريكا وكمون تاني. وبحط الخلطة اللي انا كنت عاملاها، يعني لو باقي منك خلطة بحط منها حتة، وبعمل بيها الرز على فكرة. يعني لما بعمل البصلة بحط منها حتة على الرز، وبحط منها حتة على التتبيلة بتاعة الدقيق وكده، وبتبل بيها السمك من جوه، بتبقى جميلة قوي يا بنات على فكرة. ولو بتعملي بقى جمبري وسبيت وكابوريا وكده برضو نفس الخلطة. بس بقى انا بعمل ايه لما باجي اعمل الاكل التاني ده، سبيت وكابوريا وكده، بضرب في الكبة فلفل وتوم وبصل وبهارات وكده، فاهمني، حاجات مشكلة. فبجد بتدي طعم وبتودي الاكل، يعني بصوا في حتة تانية. نفسي اعرف الحتة التانية اللي بيروحوها دول فين، بس انا مش عارفة. هما بيقعدوا يقولوا بتروح في حتة تانية خالص، فمش عارفة الحتة التانية دي فين. اللي يعرف يقول لي. لا بجد بتغير طعم الاكل وبتخلي طعم الاكل حلو جدا، بتطعم الاكل. يعني عارفة بتعمل ليكي كده طابع في الاكل يعني، او نفس كده غريب. فالحمد لله والله. بصوا الرز خلاص دخل في السوا. بصوا انا كده بدوقه بشوف اللي خلاص يعني قرب يستوي، عبال ما هقلي السمك. وطبعا السمك بتاع ملك المشوي هحطه بس في الميكرويف كده يا دوبك يلف لفه وخلاص هيبقى دفى. هيسخن تاني وهيرجع زي ما هو كأنه لسه معمول. انا ما بحبش احط السمك في ميه وتتبيله، لا هم هناك بيتبلوه. وبعدين انا ببقى عاملاه بالخلطه، يعني ببقى حاشيه بطنه. هو بطنه بتبقى جميله ونضيفه، بس انا ساعات بيحشيهولنا يعني، ما بيبقاش محتاج ان هو يتحط في ميه يعني. هنا بقى اول ما بطلع السمك يا جماعه برش عليه رشه كمون وليمون. عايزه اقول لكم الخطوه دي في حقيقي بجد بقى دي اللي بتودي السمك المقلي في حته تانية خالص. جربوها بجد هتعجبكم جدا. وقليت بقى سمك، قليت فلفل، وعملت سلطه. والله اليوم خفيف كده وظريف، بس يعني قلت ايه اشاركه معاكم، لان انا بقالي كذا يوم فعلا ما نزلتش فيديوهات، بقالي 3 ايام. وبجد شكرا لكل اللي دخلي على الخاص وسالني يا منى انتي فين واتاخرتي علينا، بصوا الرز مستوي ازاي، واتاخرتي علينا بالفيديوهات، طمنينا عنك، معلش سامحوني والله حقكم عليا. بس فعلا طالعه من الامتحانات مش مظبوطه خالص. عايزه اقول لكم احنا بننام ونقوم ونقوم وننام وننام ونقوم ونقوم وننام، احنا التلاتة. كل واحد فينا مرمي في اوضه وعمالين ننام ونقوم. الحمد لله. الحمد لله على كل حال. ربنا يا رب ينجحهم ويوفقهم، وادعوا الملك بقى عشان النتيجه قربت. ربنا ينجحها ويوفقها هي وولادكم، امين يا رب العالمين. ويكرمنا فيهم ويبارك لنا فيهم، امين يا رب. يلا شجعوني بقى في الكومنتات تحت، مستنياكم. وشيروا بقى الفيديو على قد ما تقدروا، كل اللي بيحبني يشيرلي الفيديو بتاعي. واستنوني بقى في فيديو جديد ان شاء الله مشجع جدا 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 باذن الله. بس اكتبولي في التعليقات ابدا منين عشان نصور بقى مع بعض. يعتبر تنظيفات رمضان وتجديدات، يعني قولولي ابدا باوضه النوم والتجديدات بتاعتها، ولا اخلص المطبخ الاول، ولا اعمل الشقه كلها الاول بالمطبخ وبعدين ادخل على اوضتي. مستنيه رايكم انتوا، قولولي واقترحوا عليا، انتوا اللي هتشجعوني. فالله المستعان. بص كنت جايبه نعناع من تحت، مش عارفه وريتهولكوا ولا لا، جبت 3 ربطات كده. فحطيت بقى منه حته، هشرب كوبايه الشاي بالنعناع واروق دماغي، وبعدين هقوم اغسل المواعين واروق البيت واظبط الدنيا. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد، وبسلامه الله يا حبايبي، مع الف سلامه.